وبعد مقابلة أجرتها قناة العربية مع الفتى عبد الرحمن أحد المتضررين من هذا الزلزال المدمر في المغرب، بدأ نادي ريال مدريد الإسباني بحثه عن الطفل لتتبناه رياضيا إدارة النادي. نتابع. مقابلة لقناة العربية أثرها تعدى إنسانيا لتحرك أندية رياضية نحو المغرب. ريال مدريد يبحث عن الفتى عبد الرحمن للتبني الرياضي. ريال مدريد يحاول تحديد مكان هذا الفتى ويراقب وضعه عن كثب وينوي إحضاره إلى إسبانيا. الشرينجيتو البرنامج الإسباني الأشهر نقل عن مراسل العربية عمار الهندي قصته الإنسانية، حكاية غيرت الحسابات الرياضية لدى مدريد، فشغلهم الشاغل الآن أين عبد الرحمن؟ تحرك جاء بعد يتم وركام. فقدت من أسرتك عبد الرحيم؟ فقدت 5 ديال الأشخاص، منهم الوالد ديالي والوالدة وخوتي وجدتي. مقابلة العربية مدوية رياضيا تفاعل معها لاعبو كرة القدم على حساباتهم الشخصية، فيما اشترك كثر على مواقع التواصل في البحث عن الفتى أيضا. حلم يتحقق إذن، فعلى ما يبدو المشجع الصغير في حضن الريال قريبا. غيداء السالم، العربية.